السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل خير، ويا رب تكونوا أمسية هادية في البيوت كلها. بقالنا حبة ما تقابلناش، معلش شوية مشاغل كده، والحمد لله رجعنا لكم على خير. النهاردة هنتكلم في سؤال بيتسأل لنا كتير، أو في واقع بنتحط فيه كتير بوضع محرج شوية لبنات وستات كتير. هتعملي إيه لو جوز صاحبتك بدأ يعكسك؟ جوز صاحبتك، خطيب صاحبتك، واحد متقدم لصاحبتك، الأوضاع بتختلف، ولكن الوضع بيبقى حساس. كتير بعتولي سؤال مشتق من الأسئلة دي، سواء تلميح أو تصريح أو طلب علاقة موازية صريح واضح من جوز صاحبتك أو من خطيب صاحبتك. طيب، هنفرق الأول بين لقطتين: خطيب وزوج. في الحالتين مفيش راجل هيتجرأ يبصلك بصة زي دي من غير معدلات اختلاط زايدة. يعني ايه معدلات اختلاط زايدة؟ يعني تعامل زيادة عن اللزوم، يعني اختلاط بدلقة من غير حدود، يعني مقابلات كتير، خروج كتير، سفر كتير. حتى لو انتوا الاتنين متجوزين وبرجالتكوا لازم يكون في حدود في الاختلاط واضحة وصريحة. طيب، حدود الاختلاط دي اتلخبطت شوية، واحنا كنا بنتعامل على ان احنا شوية اخوات. المهم ان احنا اتحطينا في الموقف السخيف ده بتاع ان خطيب صاحبتك او اللي متقدم لصاحبتك بيعكسك او بيلمح لك. لو فرضنا ان احنا بنتكلم في ناس لسه مخطوبة، يعني ده مش جوزها، هتحطي حدود للموضوع. ولو التلميح لا يقبل الشك، يعني بالبلدي انت مش بيتهيألك، انت متأكدة ان الكلام ده كان واضح وصريح، هتبلغي صاحبتك. لو ده ما دخلناش لسه في جواز، ليه؟ لان احنا لسه على البر، واللي هيلمح لصاحبتها وهم لسه مخطوبين بدون مناقشة مشاكله هتبقى كتيرة، ومش هتبقى مع صاحبة واحدة، والموضوع مش هيقف في اتجاه واحد. ولو فرضنا انه ما بيحبهاش ومشاعره اتغيرت لحد تاني، وده منطقي في بعض الأحوال ووارد في أحوال أخرى، فالأدرى يعني أو الأحق والأفضل كان إنه يقطع علاقته بالست اللي هو مش حاسس ناحيتها بحاجة، أو بالبنت اللي هو لسه خاطبها عشان يتعرف عليها أو عشان يفهموا بعض، وفشل في ده أو لقى إنها مش مناسبة. زي الفل، اقطع ده الأول وبعدين ابتدي يتكلم مع أي حد تاني، حتى لو كانت واحدة من معارف الخطيبة السابقة أو من أصحابها. اذا احنا دي الحاله بتاعت ان واحد متقدم لصاحبتك او واحد هي لسه مخطوبه له. لو جوز بقى صاحبتك اللي هو متجوزها وممكن يكون عندهم ولاد، هنعمل ايه؟ ببساطه هتاخدي خطوه الى الخلف، تخففي من علاقتك خالص الاول، وبعدين بالتدريج تقطعيها. ايوه، ما تتخطيش، تقطعيها، لان انت هتحطي نفسك في مطبين 3 حلوين قوي. الكلام بقى اللي بسمعه من ستات كتير، ممكن تبقى هي متجوزه وجوز صاحبتها ففي جوازه تانية، وبعدين تقولك ايه؟ لا اصلها صاحبتي قوي واحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. عروستي، احنا هنحط الجاز جنب الكبريت وبعدين نرجع نقول حصلت ليه الحريقه؟ بتحصل على فكره حرائق وكتير، ومن النوع ده زوجين وتلاقي هوب العملية اتعكست، وراجل وست منهم شبكوا في بعض وبيتين اتطربقوا. حلو، يبقى هنعمل ايه؟ خطوة لورا، وبعدين تفهمي كويس قوي ان ده باب شيطان واتفتح وهيتجر رجلك فيه، فلازم يكون عندنا وعي كافي. الغلط ما فيهوش درجات، الغلط هو زحلقة، هتقعدي على اولها تتزحلقي لحد اخرها خالص. يا اما تنهي علاقتك خالص بيها كاتنين مع بعض، وده بديل مش ستات كتير بتعرف تظبطه. يعني ايه تنهي علاقتك بيها كزوجين او ككابلز؟ يعني صاحبتك الست هي صاحبتك الست، تتقابلوا انتوا الاتنين على فنجان قهوة، تروحي لها البيت، لا هي تتفضل عندك بطولها اهلا وسهلا، وتقفلي العلاقة على كده. عرفتي تظبطي علاقتك بصاحبتك لوحدها كده من غير اي رايح وجاي بينك وبين جوزها، الموضوع منتهي. ممكن يثبت على كده. ما عرفتيش، انت مش قادره تسيطري او هي مش مستوعبه او مش فاهمه، خطوه لورا وتبعدي عشان ما تبقيش وقعتي في خراب بيت
وعالم يمكن يكون هو شيطانه هفه، فبعدك ده يفوقه لنفسه ويخليه يرجع لمراته، ولكن وجودك واستمرارك في الصورة لن يزيد الأمر إلا سوءا على كل الأحوال. انتي رجلك هتتجاب لأن هو مش تلميذ، أكيد هيعرف يدحلبك واحدة واحدة، وانتي مش 10 تنانين في بعض، فمش هتعرفي تمسكي نفسك. ولو شيطانك ونفسك وهواكي وراجل فاسد اجتمعوا عليكي هيوقعوكي وهيغلطوكي أيا كان درجات الغلط. ولو سمحتوا مجتمع الآنسات والسيدات الفضليات، بلاش واحدة فيكو تقيس نفسها قصاد الشيطان، عشان كان غيركو أشطر. فالقاعدة بتقول إيه؟ من حام حول الحمى وقع. بلاش توقعي نفسك في الحتة دي، وما تتبسطيش قوي بلقطة إنك متميزة مختلفة، انتي غيرها. البيك اب لاينز القديمة والكليشيه دي المفروض بقينا كلنا فاهمينها كويس قوي. فخدي بالك، لان هيجاب رجلك من الابواب دي. كوني حريصه وكوني واضحه وكوني يعني حازمه جدا، احتراما لنفسك واحتراما لصاحبتك، لان انت مش هتقعي بقى في وزر خيانه، ده انت هتقعي في اوزار متسلسله كتيره جدا. خيانه وخيانه امانه وخراب بيت وتخبيب بين زوجين، يعني سيناريو طويل عريض. ولو انت محصنه يعني متجوزه، انت ممكن تقعي في مصيبه تانيه، فان ده هيبقى يعني زنا محصنات بقى، فقصه تانيه خالص. والبيه محصن كمان فمتجوز، فانتوا دخلتوا نفسكم في ليله كبيره قوي. طيب ولو ابتدى يشغلني عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الماسنجر، حجه اصل انا ذوق ولو عملت له بلوك اضايقه، حجه خايبه قوي، فما تبيعهاليش عشان انا مش هشتريها. الراجل اللي ما يحترمش نفسه في التواصل معاكي، من اول مش هقولك بقى جوز صاحبتك، من اول ابو صاحبتك اللي هو المفروض في مقام ابوكي، خال عم ابن خال ابن عم، اي راجل ما يحترمش نفسه في التواصل معاكي او يتجاوز الخطوط الحمراء، بلوك فورا. هتسيبيه الباب موارب ليه؟ لشيطانك ولا لشيطانه؟ ولو الاتنين استلقطوكي واتفقوا مع بعض عليكي، وحطي عليهم نفسك وهواكي اللي هتنبسط قوي بان عليكي الطلب. ويا سلام لو جوزك مشغول حبتين عنك، فانت بقيتي سندريلا بقى اللي خلاص لقت برنس اللي لفتت نظره. فما تسيبيش نفسك تعملي الهيافات دي وتلاقي نفسك رجلك متجابه في كارثه. لان بيجولي استشارات ناس جابت رجلهم في كوارث من شات ابتدى بصباح الخير صباح النور طمنيني عليكي. جوز صاحبتك بتطمن عليكي ليه؟ جوز بنت خالتك بتطمن عليكي ليه؟ جوز اختك يطمن عليكي مباشره ليه؟ ومحدش يقول لي سامحني انتي مقفوره. لا انا مش مقفوره على فكره. من الحالات اللي انا بشوفها انا مش اوفر، ده هو ربنا سبحانه وتعالى عالم بنفوس عباده ستات ورجاله. عشان كده رب العزه حط لنا ضوابط. الضوابط دي مش للسواد الاعظم، للقله المعتله، للقله اللي نفسيتها مش سويه، ولكن هو ده الضابط والرابط، هي دي الفرامل. تمام؟ احنا كده عدينا على كذا حاله النهارده. صاحبتك مخطوبه خطيبها بيشغلك، صاحبتك متجوزه هيشغلك مباشره، يا اما هتقتصري على علاقه صاحبتك يا اما تقفلي الباب خالص على العلاقه. لو انتوا كابلز مفيش داعي تقولي لجوزك او تدخلي رجاله، خطوه لورا وسلام عليكم وعليكم السلام، خلصنا قفلنا الباب ده. مشغله على ماسنجر، مشغله على الكلام ده، بلوك متين محترم وخلصت. المواضيع دي ما فيهاش تهريج وما فيهاش مساحات رمادي وما فيهاش اخد وعطا. المواضيع دي فيها مصايب. ليه؟ لان انتوا قريبين من بعض، وزي ما بيقولوا كده ايه والظروف كلها مهيئه لان انتوا تتقابلوا وتشوفوا بعض وتقعوا في الغلط وتتوسعوا ويبقى في عمق ويبقى في ابعاد كتيره قوي من اوزار كتيره هتلط ناس كتيره وتخرب بيوت كتيره. فبلاش نتعامل مع الموضوع ده ببساطه، اتعاملوا مع الموضوع ده بقمه الاهتمام والحزم، واتقوا حدود الله سبحانه وتعالى. واشوفكم يا رب على الف خير. وسامحوني ان احنا طلعنا متاخرين شويه النهارده، بس ما حبيتش ما اطلعش يعني. تمام؟ اشوفكم على الف خير، تصبحوا على خير، وربنا يحميكم ويهديكم ويصلح حال البيوت كلها يا رب، وبيتي من ضمنكم. تصبحوا على خير.